الناس كلها أول ما بتسمع كلمة كورتيزون بتفكر في النفخ والتدمير والمشاكل. بس هل ده حقيقي؟ خليني أقول لك الحقيقة الكاملة. سمعت عن الكورتيزون؟ أكيد. بس هل هو فعلا بيبوظ الجسم وبينفخ وبيعمل هشاشة في العظام؟ تعال نحط النقط على الحروف. الكورتيزون مش دواء، ده هرمون طبيعي الجسم بيطلعه من الغدة الكظرية، وده موجود في أدوية كتير منها الإقراص والبخاخات والكريم والحقن. والمشكلة هنا مش في الكورتيزون نفسه، المشكلة في الجرعة والمدة والمتابعة، لأن الآثار الجانبية بتاعته بتبدأ تظهر لو خدته بجرعات عالية ولفترات كبيرة. ومن الآثار الجانبية المشهورة عنه انتفاخ في الجسم، ضعف المناعة، هشاشة في العظام، ارتفاع ضغط وارتفاع سكر وتغيرات مزاجية ونفسية. لكن لما يتاخد صح وتحت إشراف طبي ممكن ينقذ حياة، خصوصا في الأزمات التنفسية وأمراض المناعة الذاتية أو في الحساسية الشديدة. الكورتيزون الموضعي آمن لو استخدمته حسب الإرشادات، والكارثة بتيجي لما تستخدمه لفترات طويلة بدون داعي. الله أكبر. الخلاصة من كل ده إن الكورتيزون مش شيطان ولا ملاك، هو دواء قوي ومحتاج استخدام واعي. عشان كده لازم تسأل الصيدلي أو الطبيب وما تخافش، افهم بس قبل ما تحكم.